طيب سلمى كانت بتسأل عن الوقاية من الحمل خارج الرحم يا دكتور. هو الوقاية من الحمل خارج الرحم حاجة بسيطة. أهم سبب لحمل خارج الرحم هو التهابات الأنابيب. التهابات البقين اللي في إيدينا احنا ممكن نتقيه إن احنا نبعد عن طبعا الحمد لله هو ديننا حمينا يعني الحمد لله من حدوث أي التهابات نتيجة لمعاشرات زوجية خاطئة أو انتقال بعض الأمراض او الميكروبات اللي متصله بالجنس يعني اللي ممكن تطلع وتسبب التهابات في البقين وبالتالي ممكن تؤدي لحدوث حمل خارج الرحم. اذا احنا لما بنبعد عن كده ده حاجه مهمه. الحاجه الثانيه برضو من الحاجات اللي المفروض الستات تتقيها او تبعد بعيد عنها هو الدش المهبلي. الدش المهبلي ده من الحاجات الخاطئة برضو. هي بتفتكر انها لما بتحط الحاجة المطهر في المية وبيدخل الدش وبتدفع المية دي انه كده خلاص هي بتنظف نفسها وكده. لا بالعكس، ده هي كل اللي فيها لو في اي التهابات يبقى هي بتنقل الميكروب من الجهاز التناسلي السفلي الى اعلى الى الرحم الى البقين، فبالتالي ممكن يحصل كده. الحاجة الثالثة برضو الزايدة الدودية. الزايدة الدودية دي موجودة جنب في الحوض جنب الأنبوبة على طول. عشان كده حضرتك لما في متصلة اتصلت قلت لها سألتها انت عملتي الزايدة ولا لا؟ برضو المفروض ما يعني أي حد أو أي واحدة المفروض ان احنا نخلي بالنا بحيث انه الزايدة دي ما تنفجرش او كده يعني. وفي حاجات مش في ايدينا بقى او مش في ايديها انها تتقيها زي عيوب خلقية في الأنبوبة، جيوب في الأنبوبة، ده كله مش في ايدينا. تمام دكتور، احنا عندنا كثافة في الاتصالات فمعانا مدام ميرفت. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا مدام ميرفت. بكلم الدكتور. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا اختي عندها 22 سنه ايوه ومتجوزه بقى لها 6 شهور بس الدوره يعني ما كانتش بتجيلها قبل الجواز بسنه. فلما اتجوزت والدوره ما جاتلهاش برضه فروحنا نكشف عند الدكتور فقال لها يعني انت ما ينفعش تحملي حمل طبيعي، كده كده لازم تحملي يعني تعملي طفل انابيب. فطلب مني شويه تحاليل فعمل لنا FSH طلع 22 ونص والال اتش 13 ونص. هي عندها كام سنه؟ عندها كام سنه اختك؟ عندها كام سنه؟ 22 سنه. 22 سنه. فروحنا لدكتور طفل الانابيب يعني قال لها ايه لما الدوره تجيلك بتعالي. فالمهم عملنا منظار على الدكتور تاني، طلب مننا منظار. عملنا المنظار قال ان هي المبايض متدمره خالص ما ينفعش ان هي تحمل ولا انابيب ولا عادي. فبعد ما عملت المنظار يعني نزل عليها دم وزي حته لحمه كده نزلت منها. فروحنا للدكتور قال ان هي حته من بطانه الرحم نزلت. فهو المنظار ده هو اللي نزل عليها الدم وبعديها بشهر بعد المنظار بشهر نزل عليها ايه الدوره يعتبر لوحدها. هل الدوره دي دوره ولا من المنظار؟ ممكن تحمل ولا ما تحملش؟ حللنا FSH تاني بعد المنظار طلع 5 من 10. 5 من 10؟ المنظار هو اللي نزل الهرمون ده كله ولا لا. ايه؟ وبعديها برضو ما فيش باسبوعين حللنا اللي هو FSH تاني طلع 6. من يومين 3 كده حللنا 13 يا دكتور. فهي دلوقتي ينفع تحلل ولا ما تحللش؟ طيب ماشي هنرد عليك. هي مشكلتها كبيره شويه. الف سلامه على اختك الاول. الف سلامه. طيب يا دكتور، هو هي بتقول من المنظار، هو ده المعتقد السائد عند الناس. لا طبعا هو المنظار ما عملش كده ولا حاجه، هو اللي نزل ده بطانه الرحم. لانه حتى احنا في حالات اطفال انابيب وكده احيانا تبص تلاقي واحده هي عملت تحليل ومفيش حمل وتبص تلاقيها جايه بتقول في حته لحمه نزلت مني معتقد انه ده الجنين. لا، هو ده بتبقى بطانه الرحم بدل ما بتنزل حتت مع الدوره الشهريه لا نزلت مره واحده، ده مش مشكله يعني. لكن هو بالنسبه لاخت حضرتك ارتفاع هرمون ال FSH وال LH ارتفاعه ده معناه انه في ضعف في كميه البويضات اللي موجوده في المبيض، لانه اللي بيتحكم في المبيض هو الغده النخاميه. الغده النخاميه بتفرز هرمونات ال FSH وال LH عشان تطلع بويضات من المبيض. اذا المبيض ده ما فيهوش بويضات يبقى اذا الرساله هتوصل
للغده النخاميه بتقول لها ايه؟ بتقول لها ما فيش بويضات، فهي ترفع هرمون الاف اس اتش اعلى على، يعني انا بقربها لهم يعني. أيوة. فبترفع هرمون الاف اس اتش اعلى واكتر على اساس ان هو يطلع تطلع اي بويضه اكتر وهكذا. فتبص تلاقي ارتفع هرمون الاف اس اتش الى ارتفاع مستويات عاليه. ده نتيجه لعدم وجود او قله البويضات اللي موجوده في المبيض. وده نفس اللي بيحدث بالظبط بعد انقطاع الدوره الشهريه او في سن اليأس عند السيدات. ولكن احيانا بنلاقي فشل المبيض في السيدات اللي هم الصغيرين قبل 40 سنة، مثلا من العشرينات وفي ال18 وفي الثلاثينات برضو ممكن نلاقي ده، لكن ده له أسباب كثيرة. فكان يعني الدكتور كان ممكن بالمنظار يكون خد عينة من المبيض واتحللت علشان يشوف فيه بويضات ولا لأ. وبعدين الهرمون الاف اس اتش اللي نزل ده انا ما اعرفش صراحه نزل ليه، لكن احنا ممكن نعمل تحليل هرمون حاجه ادق من الاف اس اتش. طب هي في حالتها دي هي محتاجه تتشاف طبعا لان مشكلتها كبيره شويه. في الحاله دي تنفع تعمل حقن مجهري او اطفال انابيب؟ لا، ما هو لازم الاول اشوف لازم في بويضات ولا لا. يبقى لازم هي تتشاف. لازم. تمام. ففي تحليل اسمه انتي مولاريان هرمون اللي هو AMH، ده لازم يتعمل، وده هيبين لي بالظبط ايه اللي ممكن.